الإنجليزي ويا من تتابع ويا من تنتظر دوري نجوم العراق، فريقين في هذا الموسم فاز على زاخو في زاخو بعد الكهرباء، يعني فعلها نفط ميسان في 16 من أبريل وفعلها ديالا في 26 من أبريل، لأن الكهرباء خلال موسمين الفريق الوحيد الذي فاز على زاخو في زاخو. كسر العقدة نفط ميسان وكسر العقدة ديالا في آخر مباراة لهذا الفريق، وفريق ديالا الذي أيضا فاز على القوة الجوية، فاز على نفط ميسان. وما بعد ذلك هنا النجف الفريق القادم من هزيمتين بقيادة هذا الرجل السيد ولي كريم. هنالك خسارة بثلاثية من القرمة في النجف، اليوم يريدون العودة إلى واجهة الدوري مرة أخرى. النجف الذي يقف في المركز الرابع عشر ب36 نقطة، ديالا بالمركز السابع عشر ب27 نقطة. وكما ذكرنا فريق قادم من فوز لا وهو صاحب الأرض على فريق زاخو في زاخو بهدف مقابل لا شيء. هنالك في مدينة الخابور سجل الهدف كولينز أوباري، والنجف الذي خسر من القرمة بثلاثية نظيفة. هذا رضا محمد حاتم عليه الأنظار من مخرج المباراة. ثاني مباراة للسيد ولي كريم كمدربا للنجف، مباراة خاضها من المدرج، واليوم هذا على حسين عنبر لاعب الفريق الرديف يدفعون به مبكرا. بالنسبة للخيارات الفنية هنالك في مرمى النجف سرهنج محسن بالرقم 21، خط الدفاع على اليمين 15 أحمد نعيم، على اليسار 34 مصطفى محمد معا، وفي قلب الدفاع محمد جاسم 14 علي فائز 4 وسط الملعب على حسين عنبر 35 دومينيك مندي سنغالي 8 محمد صالح 7 ورضا محمد حاتم على يمين الهجوم بالرقم 11 على اليسار يونس حمود 19 وبشير بن محمد القوراني المحترف التونسي بالرقم 80 في المقدمة. في انتظار صافرة حكم المباراة حكم الدرجة الأولى من محافظة كربلاء المقدسة السيد فايد كريم، في الجانب المقابل وسام محمد في مرمى ديالا بالرقم 30 مقتدى حسن على اليمين 32 31 مصطفى مؤيد، وفي قلبي الدفاع أيمن محمود التونسي 55 أندرو إيفانز النيجيري 70 وسط الملعب محمد محسن 35 19 أنس مالك ناثانيل 33 وأيمن الصفاقسي على اليمين 39 في الهجوم اللاعب القادم من العربي الكويتي كولينز أوباري 34 الغاني كرأس حربة، وعلى اليسار 38 عبد المجيد الصبارة من يمن العز من يمن العروبة من اليمن السعيد. هذه كرة في الخلف تلعب الآن لصالح نادي النجف، النجف بالألوان الزرقاء على اليمين وديالا بالألوان البيضاء والبرتقالية على اليسار، وهذه كرة تلعب على الطرف الآن، نقلات ومحاولات على اليمين دومينيك مندي باتجاه رضا وباتجاه أيضا يونس حمود، لكن الكرة تعود مرة أخرى لصالح لاعبي فريقنا إلى الأمام. هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب، بداية مباراة فيها هدوء وفيها انتظار للتصحيح ومصالحة وانتظار لمواصلة أيضا التقدم. كرة تعود في وسط الملعب، أنس مالك قائد الفريق يحاول في الخلف يعيد الكرة، هذا السيد يامن الزلفاني المدرب التونسي الذي يقف هنا أو يجلس في دكة الاحتياط مع سيد طلال الخلفان. محاولة تلعب مرة أخرى على الطرف إلى من؟ إلى مصطفى مؤيد صاحب هدف الفوز في هذا الملعب على القوة الجوية في اللحظات الأخيرة في مباراة رائعة وجميلة للبرتقال. من هنا بدأ المشوار، وبعد ذلك رحلتين خارج الأرض عاد الفريق ب6 نقاط. تعود الكرة مرة أخرى في الخلف، هدوء في المباراة، فريق النجف عائد إلى مناطقه، وديالا الآن بكرة عالية وعرضية في الجانب المقابل تلعب وتعود. عنبر في وسط الملعب يحاول وكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. هنا يحاول علي حسين عنبر الواضح أمامكم أن يعمل فوحان لرائحة العنبر هنالك في النجف الأشرف، يشتهرون بصناعة أو بزراعة رز ونبات العنبر. وعلى حسين عنبر في وسط الملعب، تعود المحاولة على الطرف إلى الخلف باتجاه علي فائز، علي يحاول تمريرة على الطرف يحاول فيها اللاعب أحمد نعيم، ينقل الكرة عالية باتجاه من؟ باتجاه المتقدم يونس حمود، يتابع أندريو إيفانز وكرة
تلعب وتبعد إلى مناطق وسط الملعب باتجاه محمد صالح. محمد قاسم أبرز الغائبين عن هذه المواجهة في الكتيبة الزرقاء، يعني هداف الفريق واللاعب المتوهج في آخر الأيام غائب عن المباراة. هذه كرة تلعب الآن ومحاولة في الخلف، ناثانيل مع أندريو إيفانز، قيادة في وسط الملعب، المحاولة تلعب ثلاثي في الخلف يؤمن كل المناطق. ناثانيل لإدارة اللعب وأندريو إيفانز رفقة اللاعب أيمن محمود لعمل التأمين الدفاعي. وكرة تلعب إلى الأمام، محاولة تصل في قلبي الدفاع ومن بين قلبي الدفاع، ركنية إلى عبد المجيد صبارة. أحمد نعيم لم يتفاهم مع محمد جاسم وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا محمد جاسم ابن النادي من الفريق الرديف، ترعرع وللموسم السابع والثامن على ما أتذكر محمد جاسم. هذه الجماهير التي تتشبث ببصيص الأمل من أجل البقاء تساند الفريق، تحضر إلى هنا. فريقها كان في آخر الدوري، بدأ المباريات القوية والصعبة في الدوري، وهذه كرة الثبات في الدوري ولكن الرأسية إلى خارج أرضية الملعب، فيها صافرة من حكم المباراة. هذا مصطفى مؤيد الذي عاد هنا في هذا الفريق ليكون مصطفى مؤيد أيام النجف وأيام نفط الوسط. هذا اللاعب الذي انتقل إلى القوة الجوية من نفط الوسط وبعد ذلك وغاب معه أيضا نفط الوسط عن دليب الفرات. وهذه كرة من رأس مصطفى مؤيد إلى خارج أرضية الملعب، والراية من مساعد الحكم حضرت بأن هنالك تسلل على مصطفى مؤيد في الكرة الأخيرة. محاولة تلعب عند سيرهانج محسن، قائد في الملعب يغيب، قائد يأتي، قائد يحضر آخر الكابتن محمد جاسم، لكن أكثر من قائد في أرضية الملعب من النجف موجود، يضاف إليهم هذا الرجل سيرهانج محسن. هنا السيد ولي كريم يحاول إعادة الثقة لسيرهانج محسن الذي تزعزعت الثقة فيه بعد الخطأ الكبير في مباراة فريق الزوراء وبعد المباراة التي لم تكن مرضية لأغلب جماهير النجف. لكن فريق النجف الذي بدأ الدوري ببداية قوية وبدأ الدوري بتعادل مع الزوراء في ملعب الشعب في أرض صعبة على الفرق التي تأتي إلى بغداد، وأمام فريق يتصدر الدوري حاليا يضرب هنالك في ملعبه للقوة الجوية بالأربعة، يحاول أيضا الضغط على فريق منافس آخر ألا وهو الشرطة، ويخرج من أمام الشرطة بتعادل صعب من دون أهداف، ويعود إلى تراجع كبير على مستوى المباريات في الفترة الأخيرة. والنجف الذي الكل في مدينة النجف ينتظر عودة هذا الفريق. ضربة حرة مباشرة على عبد المجيد صبارة، هذا المحترف اليمني صاحب 24 سنة قادم من وحدة صنعاء. وهنا كرة تعود في وسط الملعب لصالح لاعبي ديالا. ناثانيل يحاول إدارة اللعب، كان في الأخير أندريو إيفانز. هذا ناثانيل يلعب الكرة عالية، لاعب الواضح أمامكم من الكاميرون من إفريقيا الذي يلعب الكرة باتجاه مقتدى حسن مقتدى الوافد من الصناعات الكهربائية. سلامات سلامات يا عنبر، سلامات يا عنبر، سلامات. كرة ما بين عنبر وأيضا سلامات لكولينز أوباري اللاعب المهاجم الذي له قيمة فنية عالية في خط الهجوم الغاني الذي كان في الموسم الماضي مع زوراء. لاحظ عنبر وأوباري، والأخير قال مخالفة لعنبر. هنا تهور في الدخول، وإلا لو كان في ثبات من جانب كولينز أوباري لكان هنالك مخالفة على من؟ على حسين عنبر. هذه كرة تلعب، سقوط لمصطفى مؤيد، لكن الكرة في منطقة الجزاء، تصل المحاولة باتجاه البشير لكن لم تكتمل مع البشير، لم تأتي مع البشير. ضربات التونسي الحاضرة، تعود كرة إلى محمد صالح. في هذا الحين يحاول بكرة مع علي حسين عنبر، يلعب الكرة العالية ممتازة إلى مصطفى محمد معا في الجهة اليسرى على الرواق، يفقد كرة مصطفى محمد معا لتذهب كرته إلى خارج أرضية الملعب. هذا معا اللاعب الذي مثل الزوراء والشرطة والقوة الجوية وحصد الدوري مع الشرطة ومع القوة الجوية، وكان من ضمن المتوجين أيضا مع الزوراء، كان بطل الدوري هذا مصطفى محمد معا، وكان من ضمن المتوجين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مع نادي القوة الجوية في عام 2018. وأن كنت تتحدث عن لاعبين توجوا بالدوري فالكثير من الأسماء. هاتريك دوري مع لقب رابع لسيرهانج محسن مع أربيل، علي فائز فاز بالدوري، مصطفى محمد معا فاز بالدوري. في الجانب المقابل أيضا في الدكة حسين يونس كان من الفائزين بالدوري. هذه كرة تلعب مرة أخرى، الخائب محمد قاسم أيضا فاز باللقب الدوري.
هنا الكرة في الخلف، ناثانيل نانجولو، لا مبادرات هجومية، كرات طويلة من الطرفين. محطة ثانية للسيد ولي كريم مع نجف بعد الأولى التي كانت مع الكهرباء في هذا الموسم. ومدرب بزغ نجمه مع نوروز في وجود جديد لنوروز في دورينا، ضمن البقاء، قدم مواسم 3 ممتازة وفي الرابع قرر الرحيل. هذه كرة تلعب على الطرف الآن، المحاولة تصل، مقتدى حسن يحاول ولكن الكرة تجاوزت الخط الخلفي للمرمى وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة التي كان عليها هذا الرجل السيد مقتدى حسن لعب الجهة اليمنى، وهنا البشير بن محمد القوراني التونسي الذي لديه هدفين هذا الموسم مع النجف، ومباراة الموسم بالنسبة للبشير كانت مع القوة الجوية. بالحديث عن أداء كبير الفريقين، هنا ينتظر جمهور الفريقين العاشق والمحب نتيجة طيبة في هذا الحين وفي هذا التوقيت على ملعب الكرخ. تقام مباراة الكرخ والطلبة أيضا ضمن الجولة نفسها، الجولة 31. هنا الكرة التي تلعب الآن عالي، باقي 7 جولات على الختام ولا زال اللقب حائرا في بغداد. اعتبار النزاخو ابتعد قليلا يعني وبشكل كبير عن المنافسة بعد الظروف التي مر بها الفريق الذي يقدم كرة قدم رائعة وجميلة، وما حدث لجماهير زاخو ونوروز في الحديث الأخير لدورينا، وفقدان مدرج كبير من الطرفين في دوري نجوم العراق، أيضا فقدان لجمهور كربلاء، وهذه الأمور التي لا نتمناها، حلاوة الدوري بالمدرج. والآن المدرج هنا موجود فيه جماهير ديالا، ولو كان النجف يقدم مستويات كبيرة لشاهدت الكثير من الجماهير التي تأتي من محافظة النجف واصلة إلى بغداد لمتابعة فريقها، لمتابعة غزال البادية. هنا كرة تلعب الآن مرة أخرى عند معا يحاول يلعب الكرة بشكل ممتاز إلى الأمام، هذا البشير راح ولكن التدخل من عبد المجيد، ما شاء الله على عبد المجيد، والله صفقة لا يمكن لأحد أن لا يقف عندها أبدا في الحديث عن محترفين الدوري. عبد المجيد قيمة كبيرة، وأعتقد فرق المقدمة ستضع أعينها على هذا المحترف اليمني. كرة في وسط الملعب تلعب فيها الخلف، المحاولة مرة أخرى إدارة اللعب، علي فائز يحاول الدوار يعطيها السيد ولي كريم، يحاولون مرة أخرى، علي يمرر بكرة تصل إلى محمد صالح الذي يدير عملية اللعب في هذه اللحظات، والتغطية الموجودة والتحركات من علي حسين عنبر. هنا عنبر يطلب كرة في مكان، لكن المحاولة التي حاول فيها لاعب دومينيك مندي قرر أن يمرر على الطرف باتجاه أحمد نعيم. الآن سيمرر إليه محمد جاسم، يستلم كرة بأريحية في وسط الملعب، هذا عنبر الذي يحاول يمرر مرة أخرى، ينتظرون زميل آخر، تعود الكرة، علي فائز يلعب الكرة العالية بشكل ممتاز، لكن إبعاد الكرة إلى الخارج. الواضح أمامك أيمن محمود، هنا السيد ولي كريم المدرب السابق للكهرباء ونوروز ولاعب السابق لنادي القوة الجوية، أيضا درب السليمانية ودرب حلبجة ومدرب من السليمانية. هنا الكرة التي تلعب الآن ومحاولة تصل إلى لاعبي النجف مع مخالفة، هنالك دفع على الصفاقسي، دفع من جانب الصفاقسي، هذا أيمن صفاقسي الواضح أمامك، لاعب التونسي القادم من العربي الكويتي، وفيت يطلب منها الهدوء. هنا تعود الكرة وتصل باتجاه لاعبي النجف، إعادة للتدخل الأخير والمحاولة الأخيرة التي كانت ما بين معا وصفاقسي في اللقطة الأخيرة. هنا الكرة التي تلعب الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركنية لصالح نادي النجف. كرات ثابتة، هل هي سلاح لكي يسجل لاعبي النجف؟ جماهير النجف التي الآن بدأت بالتصعيد من أجل أن تسجل هدف، من أجل أن تضع بصمة مع هذا الفريق الذي يريدون من خلاله العودة إلى الواجهة. النجف الذي كان قريب من لقب الدوري 3 مرات، لكن في الثلاثة لم ينجح، في الثلاثة لم تأتي، ولعنة ركلات الترجيح مع هذا الفريق في النهائي أمام أربيل يتذكرها الجميع، أسارة اللقب أمام الزوراء في المباراة النهائية. والآن الكرة التي ستلعب على يسار وسام محمد، يحاولون بمحاولة عالية في منطقة الجزاء، وهذه الكرة التي تلعب وتعود مرة أخرى
تبعد في وسط الملعب، صافرة من السيد فهد كريم. يبدو أن هنالك تدخل خلف الكرة التي تقدمت إلى الأمام. وهنا الغائب الأبرز عن المباراة، هنا أمير البادية، هذا محمد قاسم الذي يغيب عن هذه المواجهة، هنا الذي يظهر في المدرجات لكن قلبه في أرضية الملعب يتمنى أن يتواجد. وهذا ظهير اليمين أحمد نعيم بتجربتين مع القاسم مع النفط، مع تجربة هذا الفريق الذي ذهب إلى النفط وعاد إليه في هذا الموسم، يؤدي مستوى كبير. وهنا الكرة التي تعود في الخلف مرة أخرى باتجاه أندريو إيفانز يحاول، يلعبون كرة في الخلف، بطء كبير في عملية اللعب وعملية التحضير. تشاهد فريق يحاول أن يجد مساحات كبيرة حتى يعملون التمرير. وهنا فقدان الكرة من مقتدى حسن، وهذه الكرة التي ستلعب الآن مرة أخرى من جانب مصطفى محمد معا ولي كريم. الإدارة الجديدة الفنية لنادي النجف التي يعولون عليها كثيرا. جمهور النجف ليس بالجمهور السهل أبدا، على مستوى الحضور، على مستوى القيمة العالية، على مستوى الشخصيات الموجودة في هذه المدينة من رياضيين، من مؤرشفين، من أسماء كبيرة يقف على قمة هرمهم السيد هاتف شمران، المدرب الكبير والقدير الذي حقق وصافة الدوري مع فريق نادي النجف. وأيضا سيد عبد الغني شهد المدرب الراحل في الفترة الأخيرة عن تدريب الفريق الذي اتجه إلى الشمال مع زاخو، مع أيضا حيدر النجم، وأسماء كبيرة بقائمة طويلة وعريضة في هذه المدينة. لذلك هذا الفريق يقف خلف حشد كبير من الداعمين، من المنتظرين، وأتوا بمدرب قدير. أعتقد بأن المدرب الذي سيضيف لهذا الفريق إضافة كبيرة ويصحح مسار الفريق في الفترة الأخيرة سيطول بقاء هنا على هرم إدارة هذا الفريق، ومميزات موجودة بالمدرب ولي كريم. هذه كرة تصل عند الحارس وسام محمد، هذا مقتدى حسن ظهير الأيمن القادم إلى الدوري الممتاز في فترة الانتقالات الشتوية إلى نادي ديالا. هنا الكرة التي تصل عند وسام محمد، حارس المرمى يلعب الكرة، ينتظر لاعب متقدم في الأمام، الاعتماد على الكرات الطويلة. فريق ديالا الذي يقدم مباريات ممتعة، يقدم كرة قدم جميلة، إلى الآن هي مختفية عن ما نظرنا إليه وما استمتعنا به في الفترة الأخيرة. تعود الكرة في وسط الملعب، الكرة التي تصل الآن في الوسط مرة أخرى تلعب باتجاه من؟ المحاولة باتجاه رضا محمد حاتم، بكرة إلى محمد صالح، في كرة تصل، تقدم أحمد نعيم، تعود إلى دومينيك مندي صاحب الصواريخ البعيدة المدى، هذا السنغالي. عنبر يلعب الكرة عالية باتجاه حمود يحاول وسام، واعتقد في ركلة جزاء، لكن الحكم هنا أشار بخطأ، أشار بمخالفة على يونس حمود. هذا ابن المدينة، هذا الذي يتقدم في الكرة الأخيرة، الذي لديه 3 أهداف مع النادي هذا الموسم. وهنا السيد فهد كريم الذي يطمئن على وسام محمد. هل هنالك ركلة جزاء أم إن هنالك مخالفة؟ الحوار مباشر من حارس مرمى خرج من مرماه على كرة ومن لاعب عرقل حارس المرمى. المخالفة قرار صائب من حكم المباراة، لذلك بعد هذا الإبعاد للكرة وبعد هذا التدخل لا ركلة جزاء، والاتجاه بوجود مخالفة على هذا الرجل. هكذا هو القرار، والآن يطمئنون على سلامة حارس المرمى وسام محمد. هذا وسام، سلامات يا وسام. تتوقف المباراة لبضع لحظات حتى يعود حارس المرمى وسام محمد. الآن الحارس البديل مصطفى جاسم يجري عمليات الإحماء. هذا مصطفى، يطمئنون على وسام بالسلامة لوسام محمد الحارس السابق للنجف وللحدود، والآن هو في ديالا مع البرتقالي، مع فريق مدينة البرتقال، المحافظة الجميلة الرائعة بطيبة أهلها، بحبها وعشقها لهذا الكيان ولهذا النادي، وهم يأتون إلى بغداد ويذهبون خلف النادي في كل مكان ليستمتعوا ويشاهدوا. والذين صبروا بعد المغادرة في آخر موسم في 2010-2011 غادر ديالا، لم يعد، ولكن في عام 24 كتبت العودة لهذا الفريق وكتبت الفرحة لهذه الجماهير، والآن تنتظر أن يحين موعد العودة إلى ديالا، إلى المدرج الذي سيملؤه بالتمام والكمال، ما إن عادوا إليه وما إن وصلوا إلى هنالك بالهتافات
سيكونون خلف هذا الفريق وهذا الكيان. وهنا المحاولة والكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد المجيد إصبارة، وفيد كريم قال هنالك ركلة مرمى في التدخل الأخير أم مخالفة على عبد المجيد لصالح أحمد نعيم. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ حديث مباشر ما بين نعيم وعبد المجيد، أنهاه حكم المباراة بركلة مرمى معا. كنترول ممتاز، يلعب الكرة عالية في وسط الملعب. مندي يفقد الكرة. عملية المرور رائعة وجميلة. هنا السحب، وهنا راح المدافع لاعب الوسط في مهب الرياح. كرة تعود أنس مالك من أجل أن يأنسوا، من أجل أن يفرحوا، من أجل أن تكون ليلة جميلة في ديالى. ينتظرون حضور أنس، ينتظرون تمريرة أنس. الآن كرة تلعب إلى ناثانيل نانغولو أسد الكاميرون، وإن كنت تتحدث عن الكاميرون ستبدأ بصامويل إيتو. هنا محاولة تلعب إلى الأمام لكن من دون عنوان، مباشرة إلى سرهنج محسن الحارس القدير، الحارس السابق لأربيل، للشرطة، لأمانة بغداد، للمنتخب الوطني. أسماء كبيرة تحضر هنا في انتظار أن نستمتع. أين المتعة؟ أنا أبحث عنها وأنتم تبحثون عنها والكل يبحث عنها، وننتظر الحضور للمتعة. ديالى سيبقون في بغداد من أجل مواجهة الزوراء. مباراة مهمة ستكون للفريق البرتغالي أمام المتصدر، لذلك عليهم الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة. وديالى البشرى ستكون في الجولة 33، الفريق الذي سيعود إلى مدينته وسيلعب على ملعبه هنالك أمام إربيل في أول مباراة لديالى في ديالى هذا الموسم. هذه كرة من معا، ولكن لا لون ولا طعم ولا رائحة، تذهب مباشرة إلى الحارس وسام محمد. ننتظر روح الفريق التي إن ظهرت في ديالى ستظهر في الشوط الثاني، لكن في النجف ماذا هنالك؟ هذا الفريق ماذا أصابه؟ ماذا جرى له؟ فريق الألقاب، نعم لديهم ألقاب في بطولة يوم المعارك، حضروا ودونوا الألقاب، وحضروا في الوصافة، حضروا في بطولة الأندية العربية، حضروا في دوري أبطال آسيا. فريق له تاريخ طويل وعريض جدا، وفريق يملك هدافا للدوري، يملك هدافا تاريخيا يدعى علي هاشم، هذا اللاعب الكبير، يملك حارسا مرمى حصل في يوم ما على أفضل حارس في الدوري أحمد جاسم. لذلك هذه المدينة وهذا التاريخ الطويل وهذه الأسماء ينتظرون أداء يليق بهذه المدينة وهذا الفريق. هنا كرة تلعب، عملية الدخول بشكل ممتاز، لكن كرة طالت على رضا محمد حاشم. مع ذلك التحفيز يأتي، لاحظ روح وثقافة الجمهور الحاضر هنا. ناثانيل نانغولو ووجود في الخلف لتأمين خطوط الخلف. هنا الكرة التي ستنفذ من خلال رمية جانبية عن طريق أيمن محمود. هنا يطالب حكم المباراة أن يعود قليلا إلى الخلف لعدم الاستفادة من هذا التقدم ولعب الكرة الطويلة. الكرة ستلعب باليد، هذه محاولة، وكرة تلعب الآن، عملية المرور من أوباري، تلعب المحاولة من حاكم أو عفوا من معا. الكرة لا زالت في الدفاعات، رأسية نعيم، لكن هنا الرأسية الأخرى من أيمن بن محمود، والكرة التي تعود مرة أخرى تصل إلى سيرهانج محسن. هذا سيرهانج محسن، وصالح في وسط الملعب يتقدم، يلعب الكرة إلى دومينيك ميندي. أداء ليس هو الأداء المعهود. الفريق الذي ينتظرون عودة ليس هذا الفريق الذي كان في بداية الموسم، لذلك كلهم على بارقة الأمل ينتظرون، وفي الجانب المقابل يقولون لنكون هادئين أكثر حتى نخرج ونضرب في الأوقات التي هي أوقاتنا، في الأوقات التي هي في صالحنا. لذلك ينتظرون اندفاع الفريق الأزرق، الفريق الأبيض والبرتقالي، ويريد أن يتقدم الأزرق إلى الأمام لكي يخلق المساحات، لكي يشاهد الفراغات. وهذه كرة تلعب معا بالتمرير، تعود الكرة، عنبر يمرر في وسط الملعب إلى محمد صالح، محمد إلى علي فائز الذي يمرر إلى عنبر، ينتظرون كرة طويلة من عنبر. لمن يا عنبر؟ يلعب الكرة في الفراغ باتجاه معا، لكن كرة وتمريرة خاطئة. لاعب يفتقد إلى الخبرة ومرر الكرة لكن لم يفهم الحركة. مصطفى محمد معا، يعني هذا اللاعب حاول فتح فراغ في الخط الأمامي، كان ينتظر تحرك من جانب اللاعب مصطفى معا، ولاعب أيضا كان يفقد إلى الخبرة في المحاولة الأخيرة. بالأمس بدأت
هذه الجولة. وهنا محاولة وتقدم للبرتقال، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب الأمامي. بدأت من الجنوب من البصرة، من مباراة في ملعب الميناء بين نفط البصرة ودهوك، ودهوك فاز بهدف مقابل لا شيء. والقوة الجوية تعادل في ملعب الشعب أمام الكهرباء. وماذا يجري للقوة الجوية؟ ذلك الفريق وذلك الصقر الذي فقد الشراسة، ذلك الصقر الذي ضربته عيون الحاسدين، التي هنا في ملعب المدينة وأمام ديالى ذرفت دموع المحبين. الفريق الذي أخذت منه المشاكل مأخذ، أخذت منه الخيبات مأخذ. لذلك العاصمة بتقدم سوراء بأداء كبير ومستمر للشرطة، لكن ترى سماؤها حزينة لأنها تفتقد للصقور، والصقور في دوري نجوم العراق، الصقور في بغداد شيء لا يستغنى عنه أبدا. والذي أصابك يا صقر بالعين من ذا أصابك يا جوية بالعين، ألم تكوني زمانا قرة العين. لنترك بغداد ونمثلها بالقوة الجوية، الفريق الذي فقد البريق، لكن الفرح في الكرخ كبير وكبير جدا بعودة النوارس، وعلى قمة الهرم يتواجدون. واليوم لديهم مباراة مهمة في الشمال، الشرطة الذي لديه مباراة مهمة في الشمال. وإن كنت تتحدث عن الصدارة والوصافة فعليك النظر في هذه الجولة إلى الشمال، لأن الأخبار ستأتي من زاخو، هنالك من دهوك ومن السليمانية. الأخبار كيف ستكون بالنسبة للشرطة ونوروز وبالنسبة لزاخو والزوراء. هذه كرة تلعب إلى الأمام كي لا نترك المباراة، نحاول أن نعود إليها جيدا. معا يلعب الكرة، تصطد وتعود تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. نخرج شوية عن نص المباراة ونعود مرة أخرى إليها لكي نرى تحركات الفريقين، لكي نرى الحركة التي تنتظر من الفريقين. وهذه محاولة تلعب الآن مرة أخرى إلى فريق نادي النجف، الفريق الذي إن كنت تريد السباق فلا سباق أمام الغزال في النجف، لكن خارج أرض الغزال ليس هو الغزال. لنتحدث عن الغزال بعد هذه الكرة. تلعب إلى نعيم، التدخل من مؤيد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، والنجف خارج النجف. ماذا هنالك؟ الأخبار ماذا تقول؟ الأخبار تقول النجف خارج ملعبه هذا الموسم 15 مباراة، فاز في مباراتين، واحدة على القاسم وأخرى على الحدود في بغداد وفي النجف، مباراتين فقط. تعادل في 6 وخسر في 7 مباريات. وهذا المحب، هذا العاشق، هذا الذي يفرح ويطرب، وهذا الذي ستكون أفراحه عارمة في المدينة من الليل حتى النهار إن بقي الفريق. وأمامكم يامن الزلفاني الذي يقود ديالى في المباراة 21 له هذا الموسم، فاز في 6، تعادل في 5 وخسر في 9، جمع 23 نقطة من أصل كم؟ من أصل 27. عندما أتى الزلفاني الفريق البرتغالي كان لديه فقط 4 نقاط، وهذه ال4 نقاط خسر خلال الجولات التي لعبها في هذا الملعب 6-0 أمام الشرطة، تعادل مع القوة الجوية، هو أمام الفرق الكبيرة يقدم ولا ينسى ذلك. مباراة الذهاب لعبت في نوروز ما بين الفريقين، والفريق الأزرق فاز بهدفين مقابل لا شيء، صواريخ من محمد قاسم الغائب وأحمد حسن ماكنزي. لكن الإياب كيف سيكون؟ ننتظر ذلك. يا دومينيك ميندي يتقدم إلى الأمام، ميندي يحاول التسديد، ميندي يأخذ مخالفة، ضربة حرة مباشرة مناسبة لأن تسجل من هذا المكان. سلامات يا ميندي، سلامات يا سنغالي، روح رياضية كبيرة، واعتذار من أنس مالك. أنس مالك لاعب كبير. هنا المحاولة والتدخل، هذا التدخل على القدم وغضب من دومينيك ميندي. هنا ميندي، هنا ميندي الذي تعثر، وميندي الذي سقط. والكرة الأخيرة الآن فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة. على المخالفة نقف ونترقب علي فائز. صواريخ علي، نتذكر تلك الصواريخ التي كانت مع إربيل، مع الشرطة، مع المنتخبات الوطنية، وهدف العالمي في مرمى المنتخب القطري. هنا الكرة المنتظرة في الكويت، أعتقد كانت في بطولة الخليج العربي. هنا الكرة المنتظرة من علي فائز،
صواريخ علي فائز، هل تعود إلى الظهور مرة أخرى على استاد المدينة؟ هل يتقدم الغزال؟ هل يظهر الغزال؟ غزلان البادية الآن عن طريق علي فائز يحاولون أن يضربون من مسافة بعيدة. علي بالرقم 4 يقف على كرة يسددها على المرمى، ولكن ما بين أحضان وسام محمد عند المكان الذي يقف فيه حارس المرمى وتوقع الكرة هذا الحارس بشكل جيد. هنا يعرفون بعضهم البعض جيدا أعتقد، لذلك هو كان في تخمين كبير أن الكرة ستأتي في المكان الذي أنا أقف فيه. لاحظ سدد كرة قوية ووسام كان واقف ينتظر، وهذه القوة للكرة لو كانت على أحد الجانبين لشاهدنا خطورة وهدف. هنا الخطورة الأولى من الكرة الثابتة لنادي النجف بعد 28 دقيقة. الآن كرة عالية تلعب، محاولة البرتقالي للرد، محاولة ديالا للرد، عبد المجيد بشكل ممتاز، اسبارة وأوباري. هذا الغاني دائما يضيع العنوان، هذا الغاني دائما يضيع الطريق إلى المرمى. وحكم المباراة الآن بتوقيت الصيف يعطينا الكولينج بريك، توقف مائي الآن. هذا ماذا هذا ووتر بريك، هذا كولينج بريك. هنا استراحة تبريد، استراحة ماء، سميها ما شئت. عاد التوقيت الصيفي وبدأت أيام الصيف، والآن توقف لهذه المباراة من أجل أخذ دقيقة من الراحة للفريقين. التعليمات حاضرة، هذا معا كولينج بريك، توقف مائي. هذه العادة التي ظهرت لأول مرة في البرازيل في كأس العالم 2014 في مباراة هولندا والمكسيك في دور 16 آنذاك في مدينة فورتاليزا البرازيلية، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية والرطوبة بنسبة عالية إلى 68%. بعد ذلك المجلس الدولي للتشريع الإياف أضاف على مواده توقف التبريد، توقف المباراة لمدة تتراوح بين 90 ثانية إلى 3 دقائق للحفاظ على سلامة اللاعبين من ارتفاع درجات الحرارة. هذا أيضا يظهر في مباريات كرة القدم في القارة الأفريقية بشكل كبير. وهنا أجواء الصيف في العراق ساخنة، لذلك الآن بعد توقف نعود إلى المباراة، نعود إلى الأجواء، نعود لنكمل الحديث. كرة عالية إلى الأمام من سرهنج محسن بعد نصف ساعة من اللعب، تلعب في وسط الملعب رأسية من جانب معا إلى محمد صالح، فقدوها بالمرتدات بالكونتر اتاك في انتظار التاك. عبد المجيد يتقدم يسدد، الله اليماني 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 يعمل أول محاولة، أول خطورة. عبد المجيد يسدد كرة وسرهنج محسن هنا يعمل ارتماء، محاولة الإنقاذ، لاحظ الرأسية الخاطئة، أخرى أخطأ أكثر. وهنا الكرة عملية المرور، لف وسدد عبد المجيد ساقطة وإلى خارج أرضية الملعب، لحسن الحظ أنها بجوار القائم ذاهبة إلى المرمى بطريقها إلى الشباك، لكن في الأخير غيرت النية والمسار وذهبت كرة عبد المجيد إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد المجيد الذي سدد، هذا عبد المجيد الذي لعب الكرة والمحاولة يا عبدو إلى خارج أرضية الملعب. من اليمن السعيد أتى ليظهر في بغداد، أتى ليظهر في عاصمة الدنيا، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت إلى ركلة مرمى في المحاولة الأخيرة. مقتدى حسن يحاول عملية التقدم، قطع الكرة لا زالت في أرضية الملعب، المحاولة يتقدم مقتدى بشكل ممتاز، يلعب الكرة والمحاولة وبحث عبد المجيد، لكن أحمد نعيم ببسالة، أحمد نعيم
بالراس يتدخل ويلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مدافع اليمين بتوقيت ممتاز جدا، بتوقيت مناسب تدخل هذا الاختراق من هذا الرجل من مقتدى حسن ابن ذقار الذي تقدم في المحاولة الأخيرة. لاحظ الكرة العالية، الكروس الممتاز، وأحمد نعيم لولا رأس نعيم لوصلت الكرة إلى قدم عبد المجيد صاحب أخطر محاولة في شوط المباراة الأول. وهذا عبد المجيد الذي سيلعب الكرة سريعة لصالح البرتقالي، تعود إلى عبد المجيد، دخل إلى منطقة الجزاء وقفازات سيرهانج تنقذ الموقف بكلتا يديه. هذا الحارس الكبير، هذا الحارس الذي أخذ الشيب عليه كثيرا، تصدى وظهر وبخبرته فرض الحضور. وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن بدأت المباراة، الآن أعلن عن بداية المباراة. وهذا محمد محسن، أنا لم أشاهده كثيرا لكنني شاهدته الآن. كرة إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة عند سيرهانج محسن في الكرة الأخيرة. تعود المحاولة بالخطأ، صفاقسي يحاول رمية جانبية عند مقتدى حسن، يحاول الآن يلعب الكرة عالية في منطقة الجزاء، رأسية توباري لكن تدخل من علي فائز، إبعاد من معا في الوسط إلى يونس حمود، هجوميا للنجف لم يظهر. وهذه أخرى خاطئة بالنسبة للجانب الهجومي. تعود الكرة بأكوارد وكرة خلفية تلعب إلى الأمام، عملية الاستلام الصفاقسي في منطقة الجزاء، تدخل من علي فائز أيضا لاعب خبرة يتدخل بشكل ممتاز ويبعد الكرة إلى مناطق الأمام. هنا رأسية تلعب، أنس مالك، أنس يحاول، أنس قد يمرر الكرة التي تصل الآن لصالح النجف، خطأ كبير ومرتدة ربما يستفيد منها. تلعب المحاولة إلى البشير، يتقدم البشير لكن لا فائدة من التقدم. ووسام محمد الآن سيعمل مسك للكرة حارس المرمى، وتعود الكرة مرة أخرى. من وسام عالية إلى الأمام، الرأسية الأولى إلى مقتدى أو إلى مصطفى مؤيد. مصطفى مشاركته كثيرا على المستوى الهجومي لكن في هذه المباراة لم نراه في الأمام كثيرا. هنا يظهر الآن المحاولة تلعب، أوقات ديالا، أوقات البرتقالي، المشاهد من خلالها هدف. هنا رأسية علي فائز تعود بالصدر من حاتم وإبعاد من جانب معا. ممتاز. إيفانز، غضب كبير من الجماهير على الكرات المبعدة بطريقة غير مقبولة من حكم. جمهور ينتظر رضا حاتم، يمرر إلى محمد صالح، ليس بمستواه محمد صالح. ميندي ليس بمستواه، الفريق لم يظهر أبدا. هذه كرة ممتازة من ميندي تلعب والبشير يصل، لكن بوصول البشير ظهر ناثانيل، ولكن حكم المباراة يشير إلى أن بعد تدخل قبل تدخل ناثانيل الكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة ذهبت إلى الخارج في مباراة الكرخ، وطلب هنالك تقدم للكناري بهدف مقابل لا شيء على الأنيق. وهنا تعادل سلبي، ربما نشاهد هدف يأتي من كرة ثابتة. آخر هدف في مرمى ديالا أتى من كرة ثابتة سجله عصام الصبحي في هذا الملعب من ركنية وبرأسية سجل الهدف. هل نشاهد رأسية جديدة تظهر الآن؟ لكن هذه إبعاد للكرة من جانب أنس مالك. عبد المجيد سبارة بشكل ممتاز إلى محمد صالح، يصل إلى الكرة صالح، يمرر دومينيك ميندي. تلك الحلول لهذا الثنائي التي كانت غائبة في هذا اليوم. تلعب المحاولة إلى الأمام، راح البشير، راح يحاول البشير، والكرة التي تأتي إلى خارج أرضية الملعب. ركنية جديدة، تدخل من ناثانيل. ركنية أخرى على يسار وسام محمد، تلعب الكرة من معا عالية في منطقة الجزاء. المتابعة رأسية أولى من محمد جاسم، ولكن مخالفة على كابتن فريق النجف محمد جاسم
في التدخل الأخير على أندريو إيفانز. غضب من جماهير النجف على هذه الصافرة. لاحظونا الكرة التي وصلت والرأسية والمخالفة السريعة التي أشار إليها حكم المباراة على محمد جاسم. ضربة حرة مباشرة ستنفذ من وسام محمد على أعتاب شوط سلبي. تلعب الكرة في وسط الملعب، عادت الآن عنبر. كرات عالية كثيرة جدا لعبت من جانب لاعبي نادي النجف، الفريق الذي يمتاز بالكرات الأرضية، لكن اليوم فقد الأرض واتجه إلى الكرات في الفضاء. هذا حاكم يتقدم، رضا لاعب مهاري يحاول الوافد من الزوراء، يتقدم الآن، تدخل على رضا، يلعب الكرة العالية واصلة ومؤيد. يا سلام على مصطفى مؤيد، تدخل بشكل ممتاز، والإبعاد يأتي، تعود إلى صالح يمرر تدخل، واعتقد في مخالفة فيها بطاقة صفراء، خذها من يا فيد. هنالك تدخل على قدم هذا الرجل. لاحظ هنا عبد المجيد تدخل، وكان من المفترض الإعلان عن مخالفة، لكن الحكم هو الأقرب، هو الأدرى، هو صاحب القرار. وبالنهاية الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية بالرأس تلعب، تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. التعليمات من السيد ولي كريم مستمرة، يبحث عن أول انتصاراته مع نادي النجف. عنبر، لا، المدرب يعطي فرصة للشباب، وهذا سنشاهد أيمن لؤي أيضا في الشوط الثاني. وفي هذا الشوط عنبر يأخذ مكانه. والآن أوباري عليه الأنظار من أجل هدف، من أجل الدخول وتسجيل الهدف في مرمى نادي النجف. معا يتقدم، يلعب الكرة باتجاه محمد جاسم، مرور ممتاز من نعيم، يلعب بشكل رائع إلى البشير، ضيع البشير، تعود الكرة في الخلف. أندريو إيفانز لاعب 2 3 4 5 في الخلف من ديانا، والسادس هو علي باس. متى نشاهد التقدم؟ مؤيد يتقدم الآن، تدخل وضربة حرة مباشرة. كرة في الخلف إلى على حسين عنبر، سلسلة من التمريرات. تعود من عنبر، هنا ولي كريم غاضب على علي. تعود الكرة مرة أخرى، يحاول علي فائز، يفضل العودة إلى الخلف. كرة في وسط الملعب، محمد صالح يلعبها باتجاه البشير، سريع جدا البشير. سيعاني أندريو إيفانز من حركة البشير السريعة لو كان هنالك فراغات أكثر. أعتقد سيدفع بليفيا في الشوط الثاني السيد ولي كريم ونسيم صيود دفعة واحدة، لأنه يعاني كثيرا على مستوى الهجوم. أيضا حلول في وسط الملعب غير موجودة، حركة اللاعبين كلاسيكية، لا مندي هو مندي ولا محمد صالح هو محمد صالح. وانت تتحدث عن عنبر لاعب شاب وأمامه الكثير وما هي إلا البدايات. صفاقسي غائب عن المباراة، والكرة التي تعود في وسط الملعب في ال5 دقائق الأخيرة عند دومينيك مندي. كان يسدد من بعيد، كانت
قذائف واصلة إلى المرمى اليوم. مندي بعيد، والكرة التي تعود مرة أخرى. موقف يعني لو فاز الكرخ سيبتعد عن النجف، والأمور ستكون صعبة. الفارق سيصبح ما بين الكناري الذي لديه 39 نقطة سيصل إلى النقطة 42، والنجف بهذا التعادل سيصل إلى 37. كم سيصبح فارق؟ 5 نقاط. بينما إذا فاز النجف وخسر الكرخ سيتعادل، لكن أفضلية المواجهات ستكون للكرخ. يبقى قريب الفريق الأقرب للكرخ في جدول الترتيب الآن تعادل في المباراة. ما تحدثنا إلى ذلك التعادل. كهرباء 41 نقطة، نجف إن وصل إلى 39 سيقترب من نوروز الثالث عشر أيضا الذي سيواجه في الجولة القادمة. نوروز لديه مباراة صعبة أمام الشرطة، لذلك الانتصار في هذه المباراة مهم للنجف، والأكثر أهمية لديالا، الفريق الذي يريد أن يقترب من الميناء الذي يقف بالمركز 16 ب 31 نقطة. ديالا لو وصل إلى 30 سيضغط. كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا حاتم، ينتظرون ظهوره هنا محمد صالح. عند وسام محمد أمام فريق السابق إلى الآن يحافظ على الشباكة، وهذه كرة تلعب تصل في وسط الملعب. الرأسية من جانب لاعبي النجف واصلة في الأمام، لكن إبعاد من أندريو إيفانز. عبد المجيد سبارة يحاول على الكرة، يمر إلى أوباري. أوباري يفتكوا منه الكرة. وتعود إلى الخلف الآن باتجاه الحارس وسام محمد الذي يلعب الكرة إلى الأمام. محمد جاسم يتقدم، يلعب إلى مندي بالكنترول ممتاز، قد يمر من معا، يهرب من هذا الضغط، يمرر الكرة باتجاه رضا محمد حاشم. تعود المحاولة، هذا أيمن أو هذا علي حسين عنبر يعود في الخلف. تعود مرة أخرى إلى محمد صالح. الكرات العالية هذه واحدة، والكرة تعود رأسية تأتي، وهنا يأتي محمد صالح للتغطية، يأتي معا ليلعب كرة إلى الأمام. المحاولة لا زالت تلعب من جانب يونس حمود، يتقدمون. محمد صالح ينتظر التحويل، اللعب اتجاه أحمد نعيم ودومينيك مندي. الآن محمد جاسم يلعبها إلى نعيم. نعيم يأخذ كرة، يأخذ محاولة في الفراغ ليلعب الكرة في دفاعات ديالا. فرصة النجف من هذا المكان يا حمود. انتهى الوقت الأصلي ولم تأتي معه المحاولات، الآن دقيقة أو دقيقتين ستضاف. أوباري يحاول، كولينز يتقدم، يلعب الكرة، طالت على مقتدى حسن وتذهب إلى خارج رفيق. زادهم واحدة حكم المباراة وجعل الأمر 3. كرات متبادلة ومتناقلة في الوقت بدل ضائع. نعيم يحاول يلعب الكرة لصالح لاعبي نادي النجف. دومينيك مندي يغير باتجاه لاعب اتجاهي معا في انتظار واحدة من مصطفى محمد. معا يتقدم مصطفى، يحاول، لا زال يحافظ على الكرة، وإبعاد من جانب ناثانيل نانجولو الأكثر أمام، يعني توازن الدفاع حتى بعودة ناثانيل إلى الخلف. أدوار كبيرة لهذا اللاعب. مصطفى معا يعاني من إصابة بعد تدخل، يتحدث مع حكم المباراة. لحظ، هذه فيها لا، لكن هل يعود إلى الفار؟ هل في حديث؟ لا، الأمر لا يستوجب العودة إلى الفار، لذلك راحت الكرة الأخيرة. الآن مخالفة، سيذهب إلى الفار في حال أنه الورقة حمراء. أما ذا سيد كريم
الأمر فيه ركلة جزاء. يعملون تأكيد في الفار، هل هذا التدخل يستوجب ركلة جزاء؟ الكرة وموقع الكرة والأمر الذي حصل في النهاية، هل سيستدعون حكم المباراة؟ السيد سالم عامر في غرفة الفار يعمل تأكيد، سيستدعي حكم المباراة. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية لاحظ هنا معا لعب الكرة راحت إلى منطقة الجزاء، أبعد الكرة، انتهت فكرة ركلة الجزاء يا سيد الحكم. الكرة ابتعدت، هذا التدخل سيذهب بحكم المباراة ورقة صفراء ولا حمراء؟ الآن ينتظرون الجواب في غرفة الفار. سيد سالم عامر في ركلة جزاء، الفار يستدعي حكم المباراة عبد المجيد وحديث الفار عن إمكانية ركلة جزاء. هل هنالك ركلة جزاء؟ الحديث لا زال واستغراب في ديالا. هنا الحديث، هنا التدخل، هذا التدخل هل سيذهب بركلة جزاء؟ تدخل موجود، لكن هل هنالك ركلة جزاء؟ هنا الحديث من جانب حكم المباراة مع تقنية الفيديو مع سيد سالم عامر عن إمكانية وجود ركلة جزاء في التدخل الأخير من جانب ناثانيل على مصطفى محمد معا. هذا التدخل وحكم المباراة يطلب لحظة التسديد. هنا التدخل الأخير، لاحظ الكرة ولاحظ ركلة الجزاء. التي منتظرة أن تعلن أم ماذا؟ حديث ما بين حكام الفار وحكم المباراة، الأمر ماذا سيكون نهايته؟ لاحظ الكرة بعد تدخل بعيدة الكرة موقعها عن منطقة 18 ياردة، ليست في المكان الذي حدث فيه الخطأ. لذلك هنا الحديث عن إمكانية ورقة صفراء أم حمراء، لكن لا أعلم، حديث يطول. عين على ناثانيل، عين على فهد كريم. من بداية الاستدعاء هو على لا شيء، من بداية الاستدعاء يا حكم الفار هو على لا شيء، ليس هنالك شيء يستوجب أن يأتي حكم المباراة إليه إلا في حالة الورقة الحمراء. يعني أحداث غريبة صراحة، هذا الذي حصل، تدخل هل يستوجب ورقة حمراء؟ الآن يأتينا حكم الفار، هذه حمراء ولا صفراء؟ والآن ومحمد قاسم كان يتهيأ له نفيذ، لا، في كرة القدم ليست هكذا، هنالك كرة خارج منطقة 18 ياردة وحالة حدثت، يعود حكم المباراة إلى تلك الحالة ليقيم الكارت أصفر أو أحمر. ما شاهد الحكم، إن كانت مؤكدة أن في كارت أحمر يذهب إلى الفار ويعطي كارت أحمر، لكن الآن لا أعلم. استدعاء يا سيد يا سالم عامر أنا برأيي ليس في محله. هنا كرة تلعب إلى الأمام، تلعب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي النجف. مرة أخرى إلى أيمن أو علي حسين عنبر، والكرة التي تصل على الطرف، هذا دومينيك يلعب الكرة، ميندي إلى نعيم العالية مباشرة إلى وسام محمد. وسام في المكان الذي كان ينتظر فيه الكرة، والكرة في أحضان وسام محمد. صمت كبير كان أثناء الذهاب لحكم المباراة عند تقنية الفيديو. وهنا الكرة التي وصلت إلى حارس المرمى وسام.
تعود الكرة مرة أخرى والسيد، وهنا فايد كريم. أيها الأحبة أيها الكرام، ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين ديالا وضيفه النجف من دون أهداف. استراحة قصيرة ونعود إليكم قبل لحظات من بداية الشوط الثاني إن شاء الله. انطلاقه نحو الامام، ايجاد الحلول، كره اصطدت، توغل نحو الامام، تمريره ذكيه جميله لديالا لديالا لديالا، وممكن هدف اول لمدينه البرتقال. الله 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 الله، ديالا تضرب اولا وتكسر صمت البدايه من بوابه البرتقال، من بوابه البرتقال والانهار. جاء الهدف البرتقالي، يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70. أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله، أبناء مدينة البرتقال بملعب نيسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يا سلام عليك يا أوباري، يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا الهدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي ديالا سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. تمركز غير سليم وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأربيل والحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي، ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة 10. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل القضاء.
ميسوكي يلعبها تركض من القائم وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز ديالى يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها ميسوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل، هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج الجمهور. اللاعب رقم 12 كرة ارتدت من القائم، أكملها الصبحي إلى داخل الشباك، وهدف ثاني، هدف أمان واطمئنان لفريق القوة الجوية. 2 القوة الجوية لا شيء نجف. هل سيثأر الصقور بما آلت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز برباعية؟ من يدري. نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة، ممكن محمد جواد، وهدف ثالث. جول بالدقيقة 63 يضيف محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة، ويسجل في شباك فريق السابق النزف هدف التقدم الثالث. وقلت قد يثأر الصقور ويفوزون ويثأرون ويتقدمون برباعية من كرة جميلة مباغتة من محمد قاسم، كادت أن تكون هدف في شباك النجف، ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعبو الصقور. شوف المدافع، شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد، تعثر أكبوتشو والكرة تمر على يمين الحارس سرهند محسن. الآن في نظراته أمام ليث معا. كريم يا كريم الله! والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول يسجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهد هنا التقدم، وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. يسجل الهدف الأول بالمباراة، أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء لنادي كربلاء. كريم بن عريف على التنفيذ. كريم بن عريف تلعب الكرة بالراس، هناك نقلة عدت بتصويبة، مضت، جول ثاني. العميد بكرة مباغتة، نعم، تسجل الهدف الثاني. أوتارا لنادي كربلاء للعميد اليوم وبهدف ثاني يعلنها. هنا الركنية نفذت، وهنا بتصويبة من مصطفى راضي، ارتدت هناك، اصطدت، وأوتارا بهذه الرأسية التي أبعدت الكرة. مصطفى راضي من حسين طالب إلى أوتارا بهذه الكرة بعد ما شاهد الإعادة من حسين طالب، نعم، وارتدمت الكرة، اصطدت بأوتارا وغيرت مسارها ودخلت المرمى، أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. هنا اليوم تشاهد سيف رشيد يحاول بتصويب، الله يا سيف رشيد، هذا صاروخ، نعم، بكرة أرضية قوية. سيف رشيد فلا شيء جديد، هنا سيف رشيد، نعم، يسجل ومن مكان بعيد. شاهد هنا التمريرة، هنا التسديدة، هنا الصاروخ، هنا هدف تقليص الفارق من الحارث إلى رشيد. لا شيء جديد يا سيف رشيد، يعلن عن هدفه الثالث عشر هذا الموسم
بتسديدة قوية بصاروخ يقلص من خلاله نتيجة المباراة. فريق لا يستسلم ولن ييأس من أي لحظة، ممكن أن يعودوا ويعدلوا. الله، جاء هدف التعادل. ذكرتها بنفس اللحظات، إذا لم تستثمر هذه الفرص ستندم على تلك الكرات التي أضعتها. وجاء هدف التعادل، جاء هدف التعادل بالدقائق القاتلة المتبقية من أحداث المباراة. يأتي هدف التعادل من البديل حيدر عبد الرحيم. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين. عند هذا الهدف الثالث بعد أن سجل هو في شباك توك ونوروز، واليوم يسجل في شباك نادي كربلاء. الله، الحارث حاتم، أي بداية وأي نهاية، أي بداية وأي نهاية. دائما ما يصنع الأهداف، لكن هذه المرة يسجل، هذه المرة يسجل الحارث حاتم. وريمونتادا لنادي القاسم، ريمونتادا لنادي القاسم. يسجل بهدف ثالث. شاهد النقلة، شاهد الإعادة من الحارث. هناك لحيدر كاهد، هناك عادتنا بهذا المرور. فاجأت الجميع بدخوله وسدد من مكان بعيد. الله 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 الله، من الحارث حاتم خارج القدم بتصويبه من خارج منطقة ال18. تعلن عن الهدف الثالث في المباراة. ريمونتادا بالوقت القاتل لنادي القاسم. 3-2. يتكرر سيناريو مباراة كربلاء والنجف. نعم، لتصبح ب3 أهداف مقابل هدفين استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه كرة، أوه، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. العميد، العميد، وهذا الشيء ليس من جديد على نادي كربلاء. نعم، لا يهتز العميد، لا يرتجف، لا يتراجع من العميد. والعودة من جديد، العودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة، هنا عبد الله حسون شاهد التمريرة، مضت وصلت لحسين طالب وعادت بالتعادل ب10 لاعبين. يعدلون عبد الله، نعم، من حسين طالب. يا عبد الله حسون لحسين طالب. كرة بها الوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة، هدفين لأندريه السناطي. كرة، الله، هدف 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 للسفانة، للسفانة، للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الأيمن، أول للسفانة، أول للميناء بكرة قوية جدا. تسيليا كيسندا الظهير الأيمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، أعطى الأدفانتج هنا أندريه الصناطي. لاحظ التحضير، كيسندا بزاوية صعبة، وهدف أول للسفانة، هدف أول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء، أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر، ربما وقت الحضور. هنا مراد، كرة الموسم يا مراد. الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظونا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد، أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظة.
لحظات، خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود عالية وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا. السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس برأسية لا يكذب خبر، ويسجل الهدف الأول للحدود في مرمى الكرخ. يصل دينيس إلى هدف طبعا الخامس بدورينا. مع حسين فاهم عالية خطيرة، الله. إيفياني إيزي يعدل للكناري. رايح جاي يسجل، سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1، ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى. يعدل للكناري، يعدل للكناري. 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة. عدل للكرخ، عدل للكناري. 1-1. لاحظ الرأسية ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود. دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم ملاخ. نادي ديالا شاهدنا دخول سريع ايضا للاعب مرتضى حسن صاحب الرقم 27 في وسط الملعب. القام بسحب مدافع ولا يجازف هكذا، لكن ماذا غير المدرب السيد مدرب الفريق السيد يامن الزلفاني؟ اذا هل غادر مقتدى حسن ودخل مرتضى؟ يحاولون في هذه اللحظات. أنس مالك هو المغادر من وسط الملعب، لم نشاهد اللاعب المغادر. أنس مالك لم يدخل إلى أرضية الملعب، ودخل مرتضى حسن صاحب الرقم 27. السيد فهد كريم كان استدعاء في شوط المباراة الأول في اللحظات الأخيرة من غرفة الفيديو إلى السيد حكم المباراة لتصحيح المعلومة. طبعا حكم المباراة حكم الفار كان محق في الحالة الأخيرة. الكرة في قانون كرة القدم ما دامت في وضع اللعب أن تكون داخل المنطقة خارج المنطقة. إذا كانت هنالك مخالفة حقيقية داخل منطقة الجزاء حتى وإن كانت الكرة من دون بعيدة عن موقع المخالفة وفي أي مكان، يعود الحكم ويشير إلى ركلة جزاء. بالتالي الاستدعاء كان صحيح، وحكم المباراة لم يقتنع بأن الحالة ركلة جزاء، لذلك ذهب إلى مواصلة اللعب. وأنا أعتذر عن ما قلت في شوط المباراة الأول بعد التأكد من قرار حكم المباراة وحالة ووضع اللعب. هذه كرة تلعب الآن مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى رمية جانبية الآن تأتي لصالح فريق ديالا أو للنجف. النجف أصبح على اليسار وديالا على اليمين. هذه كرة سريعة للغزلان البادية. الرضا محمد حاتم يلعب كرة وتذهب المخالفة إلى خارج أرضية الملعب بعد التدخل من أندريو إيفانز. هذا رضا الذي يتقدم إلى الأمام، هذا رضا الذي ينتظرون أن يظهروا في المناطق الأمامية. وهنا يونس حمود عليه الأنظار من الجانب المقابل. السيد ولي كريم لم يجري تغييرات على الأسماء التي
بدأت شوط المباراة الأول، الآن ينتظرون، الآن يصفقون كرة أرضية ساقطة في منطقة الجزاء، التدخل والإبعاد رأسية من محمد صالح. هذا دومينيك مندي يلعب الكرة في وسط الملعب لصالح مصطفى محمد. معا أين الكرات الطويلة التي كانت في الشوط الأول؟ هذه واحدة منها تائهة خاطئة العنوان. هنا محمد صالح يتقدم إلى الأمام، ممتاز في التسديدات البعيدة، قد يفعلها. يلعبون الكرة والمحاولة إلى من؟ إلى عنبر، يسدد عنبر والكرة تصطاد من علي حسين، تعود في وسط الملعب. كولينز وباري يتدخل عليه محمد صالح، خطفها صالح، يأخذها من صالح في الكرات التي يتلاحمون. ما شاء الله ما شاء الله على عبد المجيد، ما شاء الله، ياخذ كرة، يعمل خطورة، يسدد كرة خطيرة، يتدخل، يكسب التلاحم البدني، يقطع الكرات. تراه في كل مكان وزمان، وصفقة مميزة بالنسبة لعبد المجيد صبارة. وهنا التدخل الأخير الذي كان ما بين علي محسن ومحمد صالح. لاحظ هنا أوباري بالكنترول، أخذوا الكرة من أوباري بشكل ممتاز، كان يطالب بخطأ هنالك، سحب من محمد جاسم، والكرة التي لعبت وصلت الآن إلى سرهنج محسن إلى الأمام، والبشير يجري. لا حلول في الأمام في نجف، لا حلول في الأمام في ديالا، والأمور على تعادل سلبي تسير الآن أيها الأحبة أيها المتابعون من الطرفين. معا يحاول، وهذه الكرة التي تصل إلى لاعبي النجف في وسط الملعب. سلسلة تمريرات هل تتبع بهدف؟ نشاهد الآن أحمد نعيم يتقدم إلى الأمام بكرة تصل، أحمد يمرر بشكل ممتاز، الكرة تعود إلى محمد جاسم كابتن الفريق، يحاول فيها القائد في وسط الملعب محمد صالح، الكرة ملعوبة إلى رضا محمد حاتم، يتقدم رضا، يحاول ويبحث عن الفراغات، وصل إلى صالح يلعب الكرة لافة ممتازة باتجاه حمود، لكن يقطعون الماء والكهرباء النيجيري والكاميروني. لا كرات في العمق، لا كرات عالية، كل ذلك يحضر فيها أما ناتانيل الواضح أو أندريو إيفانز بكل ما شاهدناه في شوط المباراة الأول، وتستمر المسلسل حتى شوط المباراة الثاني. أين محمد صالح الذي نعرفه؟ أين محمد صالح في الموسم الماضي؟ أين محمد صالح في هذا الموسم؟ أين ذهب؟ أين اختفى؟ هذا علي فائز يتقدم إلى الأمام، المحاولة تصل، الفرصة التي تلعب وتعود. معا يتقدم، يقطع الكرة، يلعبون الكرة. هنالك حاجة لهدف، هدف واحد. ستشاهد فريق جديد يتقدمون الآن، قطع الكرات، قراءات ممتازة، لا تحركات يا البشير، يلعب الكرة إلى الأمام، تدخل ومحاولة تصل في وسط الملعب. صالح يلعب الكرة، يمرر إلى نعيم على الطرف، أحمد يأخذ الكرة، يتقدم، تدخل من مؤيد، مصطفى يقطع كرة، عبد المجيد لف ودار، يحاول المرور والعبور، هذه كرة ممتازة، البشير وحمود يتقدم، وهذا دومينيك مندي، لكن سلسلة كرات لم تنجح فيها الكرة، والتمريرة الأخيرة تلعب باتجاه مقتدى حسن، يتقدم إلى الأمام، صفاقسي يبحث عن الفراغات، صفاقسي سريع لكن قراءة ممتازة، مراقبة لصيقة من جانب علي فائز ومصطفى محمد معا للصفاقسي في حركة على الجانب وسط العمق. هذه كرة تلعب إلى الأمام، رضا هرب من المراقبة، رضا وصل، في أوفسايد، الكرة تلعب وفي المرمى، جول! الراية من المساعد ترفض الهدف، ترفض الجول، ويونس حمود سجل الهدف، ولكن عدم شرعية الهدف رفضته راية المساعد. لاحظ هنا في موقف متسلل، نعم هنا على بعد خطوة، هل في شك هل سيعودون إلى تقنيات الفيديو؟ سيعودون، ينتظرون التأكيد، وهذه كرة الهدف، سجل الهدف ولكن رفضته راية المساعد، وفي انتظار تأكيد الرفض أو عدم الرفض من الفار. هذا فايد كريم حكم المباراة الذي كان حاضر بتدخل من تقنية الفيديو في الشوط الأول، والآن ينتظر جواب الفيديو في الشوط الثاني. فايد ينتظر التأكيد من السيد سالم عامر على شرعية أم عدم شرعية الهدف. في النهاية قرار فار، تأكيد حكم مباراة، وهذه المحاولة يعملون تأكيد على الحالة الأخيرة. السيد ولي كريم ينتظر بسمة على محياه، تفاؤل كبير في النجف من أجل تحقيق انتصار، وتفاؤل كبير في ديالا أيضا
من أجل استمرار سلسلة الانتصارات. انتصار رابع على توالي، شيء مفرح ودافع كبير لهذا الفريق، والجماهير بدأت تحتفل، بدأت تعلن الأفراح وكأنها تعلم بأن الهدف سيحتسب. الكل على أعصابه هنا وهناك وينتظرون جواب حكم الفيديو في هذه اللقطة. حتى حكم المباراة راح جانب الملل. حكم المباراة يهتفون بأن يعود إلى الفار، والفار لديه قرار في هذه اللحظات سيعلن عن طريق الواضح أمامكم. حكم المباراة السيد فايد كريم الذي سيعلن عن جواب الفار بعد لحظات، بعد تأكيد هل الهدف شرعي، هل كان حاسم في موقف صحيح، هل هنالك من حجب الرؤية على المساعد، هل هنالك عدم إدراك للقرار الأخير، والإدراك سيأتي من الفار. يا تقنية الفيديو ألا من جواب. قاسم يتابع، قاسم ينتظر، والكل في النجف يتابعون. إذن أوفسايد في الكرة الأخيرة، لا جواب من الفار جديد، يؤكدون على القرار. هنا الحضور البهي، والكرة التي وصلت الآن من خلال ضربة حرة غير مباشرة من دفاعات فريق ديالا ستلعب، وعالية تصل في الخطوط الأمامية الرأسية. رضا بالرأس وأحمد نعيم يحاول مخالفة شرعية في مكان تعطى من حكم المباراة لصالح لاعب نادي النجف في المحاولة. والكرة الأخيرة رضا محمد حاتم، زمالة ما بين رضا محمد حاتم وأحمد نعيم في نادي القاسم في أول مواسم القاسم في الدوري. هنا لاحظ التدخل، سقوط، سلامات وتدخل تقنية الفيديو على أن الحالة في أوفسايد. لو وقف لبرهة من الزمن لكان قد وصل. وهذا يونس حمود، عماذا يعتذر، وضع الكرة في المرمى ووصلت كرته إلى الشباك. وهنا كرة تلعب من أندريو إيفانز سريعة في الخلف، تصل لصالح لاعبي فريق نادي ديالا، عالية إلى الأمام واصلة، ولكنها إلى خارج أرضية، ولكنها الضربة التي ذهبت إلى الحارس سيرهنج محسن لتكون ركلة مرمى. نانغولو عليه الأمان وينتظرون الأمان. تعود الكرة مرة أخرى، تعود وتصل لصالح لاعبي ديالا أوباري، لكن تدخل من علي فاز. محمد جاسم، كرات السهلة، وتصل محاولة مرة أخرى في المنطقة التي يقف فيها حارس مرمى نادي النجف أو ديالا وسام محمد، لكنها سريعة. تشاهد ما حدث. رأسية تعود. علي محسن يتقدم بكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي ديالا. علي على تنفيذ الكرة قائد الفريق. المباراة مباراة وسط ملعب، للوسط الملعب في الفريق الأبيض البرتغالي شغال ولا في الفريق الأزرق شغال، لذلك لم نشاهد محاولات كثيرة في الشوط الأول. بداية الشوط الثاني لعلها مبشرة بخير لأننا سنشاهد المحاولات. هذا إيفانس يلعب الكرة على الطرف، مؤيد يتقدم، يلعب الكرة باتجاه عبد المجيد، راح اصبر، راح يتقدم عبد المجيد، يسدد اليماني في الشبك الخارجي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تقدم عبد المجيد، سدد كرة إلى الخارج، المحاولة إلى ركلة مرمى عند الحارس سيرهنج، بس لاحظ تقدم، مرور بشكل ممتاز، العبور
وتسديد الكرة لجوار القائم للكابتن وللقائد سيرهانج محسن. هذه الكرة تلعب وسيرهانج أغلق الزاوية والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، لم يكن في مسارها وطريقها الذهاب إلى المرمى. أندريو إيفانس تسديد الكرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. بهذه الكرات بهذه الفراغات بهذا الصبر الكبير لفريق ديالا من الممكن أن نشاهد هدف. وأحمد نعيم على التنفيذ. تعود الكرة ومخالفة ضربة حرة مباشرة. محاولة تصل عند مصطفى محمد معا الجهة اليسرى لفريق النجف. دومينيك مندي أعاد الكرة في الخلف، الآن تصل إلى محمد جاسم الذي يتقدم، واندفاع كبير لفريق النجف في هذه اللحظات ويحاولون الوصول إلى مرمى الحارس وسام محمد بأي طريقة وأي سبيل. هذه كرة خاطئة من البشير، هذه محاولة خاطئة من البشير. لا تقف يا مندي، لا تتباطأ في الحركة يا دومينيك. يتقدم نعيم، الآن يلعب الكرة أحمد من جهته اليمنى باتجاه رضا. عاشم يتقدم يلعب الكرة والمحاولة التي تصل في هذه اللحظات عند محمد صالح. نعيم أحمد يتقدم، مخالفة واضحة صريحة، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي النجف. محمد صالح لاحظ الكرة التي تدخل فيها البديل مرتضى حسن على اللاعب أحمد نعيم في الدخول الأخير، والمخالفة التي أقرها حكم المباراة. يحاولون الحصول على هدف. لاعبي نادي الكرخ الآن خاسرين أمام الطلبة بهدف مقابل 3، ولاعبي النجف هنا يحاولون الحصول على هدف التقدم في هذه المباراة ليقتربوا شيئا فشيئا من الكناري. هنا كرة يقف عليها دومينيك مندي، يترقبها وسام، والهجوم لفريق النجف مع دفاعات ديالا، وهذا التصدي رائع من وسام محمد. إبعاد للكرة، كرة كانت مباشرة وتدخل في وقتها. أحمد نعيم يحاول على الكرة، وناثانيل أو أندريو إيفانز يتدخل وتعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لغزلان البادية في هذه اللحظات. كولين زوباري خارج الخدمة، خارج التغطية في هذه اللحظات. الكرة التي تعود مرة أخرى باتجاه دومينيك مندي، يلعب الكرة عالية باتجاه يونس حمود. البشير يتقدم الآن، المحاولة أندريو والبشير، البشير يصل، حمود على كرة، يأخذون الكرة. المحاولة لصالح لاعبي النجف، يحاولون فيها. حمود يلعب الكرة باتجاه البشير، هذا البشير مع حمود يحاول، قد يصل قد يسدد. حمود يهيئ دومينيك مندي لاعب من ديالا على أرضية الملعب. الآن محمد معا مصطفى وإيقاف اللعب، إيقاف اللعب. يلا سلامات سلامات سلامات. هنا ناثانيل نانغولو يعاني من إصابة، يطلب الهدوء سيد فهد كريم. سلامة اللاعب أهم من كل ما في المباراة، وسلامة اللاعبين جميعا. التدخل والسقوط لناثانيل. هذا الكرة التي سددها في الهواء، واللاحظ الكرة لم تأتي وحركة الرأس من دون رد فعل، وسقوط قوي لناثانيل نانغولو. سلامات يا ناثانيل نانغولو. ساعة من اللعب، المباراة الآن متوقفة للاطمئنان على ناثانيل، ويتهيأ في هذه اللحظات حسين يونس للدخول إلى أرضية الملعب. إذا لاعب آخر معتقد صديق جمال سيحرك الدكة مرة أخرى يا من الزلفان. سلامات ناثانيل نانغولو. حكم المباراة يطلب أن يغادر إلى خارج أرضية الملعب لأنه أوقف المباراة للاطمئنان على السلامة، وهذه لقطة الأوفسايد. في المحاولة التي سجل فيها رضا هدف للنجف.
عينك على هذا الحضور، هذا الشخص اللطيف، وهنا سيعمل اسقاط حكم المباراة. تعود الكرة لصالح لاعبي نادي النجف. على الأطراف محاولة تطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عند لاعبي ديالا. مباراة تحتاج إلى الأهداف، تحتاج إلى أن تكون بشكل أكثر. ومتى تأتي الأهداف؟ هذا دومينيك. كرة تعود مرة أخرى لعلي فائز. علي يلعب الكرة العالية الرأسية وإلى خارج أرضية الملعب. تنقل الكرات والمحاولة في الأطراف. حاكم، عملية التمرير صالح مع مندي. لا زالت الكرة لصالح لاعبي النجف في اتجاه مصطفى محمد معا على الجهة اليسرى، نقلت وعلي حسين عنبر يتقدم ويلعب الكرة. دومينيك يحاول، وهذا البشير. الآن دومينيك يحاول افتكاك الكرة، عادت إلى محمد صالح، عادت مرة أخرى. دومينيك وكرة تلعب، والمحاولة تصل في هذه اللحظات لصالح لاعبي نادي النجف. مرة أخرى عبد المجيد بكرة مرتدة، وأحمد نعيم يتابع التقدم الآن لعبد المجيد من الجهة اليسرى. عبد المجيد قد يغير إلى الصفاقسي، هذا لاعب خطير، هذا من الممكن أن يسجل، قد يسجل الآن، قد يضعها في الشباك. الكرة تتهيأ إلى مرتضى. يا مرتضى ماذا فعلت الآن؟ يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. عمل سحب للكرة الأخيرة، ومرتضى حسن ضيع الكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة التي مر فيها مرتضى، سدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى ذهبت المحاولة الأخيرة. والتغييرات الآن، أحمد جلال مع حسين يونس. مشاركة الصفاقسي يغادر خارج الخدمة كان اليوم. المغادر الثاني من؟ عبد المجيد. عبد المجيد هو المغادر الثاني. يغادر أيمن الصفاقسي ويغادر عبد المجيد الصبار. إذن يخرج الجناحين اليمين واليسار في هذه اللحظات، ويدفع بلاعب على اليمين ولاعب على اليسار. أحمد جلال سيكون بديلا لعبد المجيد، وأيمن صفاقسي سيكون البديل عنه هو اللاعب حسين يونس. 3 تغييرات أجريت من جانب السيدية من الزلفاني حتى الآن. سلامات للاعب علي محسن. ولي كريم ينتظر ويترقب. إذن الآن سيعود وضع اللعب مرة أخرى. ستعود الكرة للدوران في أرضية الملعب. مرة ثانية كرة في الخلف عند محمد جاسم. يحاول محمد صالح القريب منها، يتقدم محمد صالح، يصنع لنفسه فراغ. تلعب المحاولة مرة أخرى. الوصول الآن في هذه اللحظات مصطفى محمد معا. دومينيك مندي يحاول، والكرة لا زالت يا رضا محمد يا حاكم في الأطراف. صالح يلعب الكرة في العمق
في انتظار الوصول، والوصول يأتي ويكتب لحارس المرمى وسام. تعادل السلبي يخيم على المواجهة حتى اللحظة. في جولة إلى الآن لم نشاهد فيها إلا هذا التعادل السلبي. بدأت بهدف في مرمى نفط البصرة من هوك، هدفين للكهرباء مقابل هدفين للقوة الجوية، والكرخ والطلب إلى الآن 5 أهداف. كيف سيكون الحال؟ 8:30 إربيل وكربلاء في كربلاء. زاخو والزوراء أيضا في زاخو، والعاشرة بتوقيت بغداد النفط والحدود. هنا التدخل ومخالفة ضربة حرة مباشرة لصالح لاعبي النجف. يوم غد نفط ميسان والقاسم في 5:30 بتوقيت بغداد، عند 8:30 نوروز والشرطة في ملعب نوروز، والقرمة والميناء في الفلوجة في نفس التوقيت. مباريات مهمة في هذه الجولة لفرق المقدمة، أيضا لفرق آخر الترتيب. وهذه الكرة عند محمد صالح، يلعب الكرة، تدخل من أوباري، تعود مرة أخرى محمد صالح، الخروج السليم الممتاز السهل السلس، يصل بالكرة على اليمين باتجاه أحمد نعيم. أحمد يحاول، ينتظر زميل، عنبر يمرر الكرة التي تلعب الآن. الدوار للمحاور الآن في انتظار نقلها إلى الخطوط الأمامية. تشاهد حاكم، يتقدم رضا، يحاول، سيمرر إلى محمد صالح، نعم يمرر في كرة ينتظر منها يونس حمود، ينتظر منها التحركات، تلعب المحاولة عالية، المتابعة، هنا رضا وهنا الرأسية التي تصل، وإبعاد من مصطفى مؤيد. كولينز أوباري يراقب، وعلي فائز بالرأس يلعب الكرة باتجاه محمد جاسم. مباراة لا حلول، مباراة لا حلول من الطرفين حتى اللحظة. تحفظ كبير وعودة كبيرة، ولا الآن ينتظرون نهج جديد، أسلوب جديد، وهذا رضا محمد حاشم. محمد صالح ودومينيك ميندي، والكرة العالية رأسية من يونس سلاح ضاني وسام. كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة الأخيرة. هنا وسام محمد، والأوفسايد في اللقطة الأخيرة. جيب نسيم ومكنزي. الرأسية عالية، سمعتم الكلام. أحمد حسن مكنزي مع نصيم صيود، استدعاءات ولي كريم في هذه الدقائق. نعم سيغادر مصطفى محمد معا، وعلى ما أعتقد سيغادر أما البشير أو يونس حمود، أعتقد البشير. كرة تعود مرة أخرى طويلة إلى خارج أرضية الملعب من دون تركيز. علي محسن بكرة تلعب وتعود، تمرر الآن. علي يتقدم، يحاول بكرة، وصلت وسنهنج محسن بشكل ممتاز. حارس المرمى يتدخل بشكل ممتاز. 70 دقيقة من اللعب، وإلى الآن تعادل سلبي. هل نشاهد هدف في هذه الدقائق؟ ديالا ظهرت بمحاولة تدخل فيها حارس المرمى سنهنج محسن. الآن سقوط لأندريو إيفانز، سقوط لهذا اللاعب النيجيري الذي لديه هدف في مرمى نفط ميسان. وهذا علي محسن العائد بعد رحلة صعبة مع الإمبراطور في الشمال، ذهب إلى الشرق. وما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ إلى الآن هنالك صراع من أجل البقاء، هنالك سباق للزمن حتى أن نبقى. والآن الكرة التي ستلعب من جانب اللاعب ناثانيل نانغولو، ينقل الكرة عالية في منطقة الجزاء، رأسية أولى واصلة لهدف أول. الله، ضاعت من أحسن يونس. الكرة التي وصلت إليك يا يونس لم تأتي مثلها ربما في المباراة. لاحظ الرأسية، ولعبت من أحمد جلال ما بين البديلين. الرأسية التي وصلت، لا والله لا والله، كانت من أيمن بن محمود من المدافع إلى حسين يونس على الطائرة. حاول بكرة حسين يونس الذي مثل النجف، مثل الميناء، مثل الشرطة، والآن كرته إلى خارج أرضية الملعب. عند حارس المرمى سرهنج محسن. ديالا
المباراة الخامس عشر على ملعبه. 14 مباراة على ملعبه، فاز في 4، تعادل في 4 وخسر في 6. الآن الخامس عشر متعادل فيه. كرة على الأطراف، بس المحاولة والتدخل ومخالفة، ضربة حرة مباشرة لصالح علي فائز. يعلن عنها حكم المباراة السيد فايد كريم في هذه اللحظات. وهذا أوباري غاضب، أوباري غاضب. مع علاء محسن بديل مناسب لأوباري. تغيير باتجاه حاتم، وهذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يستدعي صيود ويستدعي ماكنزي من أجل إجراء التغييرات. وهذا حسين يونس، عملية التمرير إلى دومينيك مندي ممتازة بالعمق. الكرة تصل إلى البشير في منطقة الجزاء لصالح النجف. معا يحاول، ولكن معا في المباراة اليوم ليس معا الذي نعرفه مع الفرق الكبيرة. وهذه مخالفة، ضربة حرة مباشرة إلى علي، إلى عنبر في الكرة الأخيرة. لاعب شاب يقدم مستويات كبيرة. الآن نسيم صيود بدلا ممن ماكنزي من معا، وصيود بدلا ممن يأخذ تعليمات محمد جاسم من السيد ولي كريم. لم نشاهد المغادرين، هل يونس حمود ومعا أم معا؟ ومن الآخر؟ البشير. إذا يونس حمود يغادر، ورضا محمد حاتم يغادر في هذه اللحظات. التغييرات من السيد ولي كريم. نسيم صيود المحترف التونسي، وهذه كرة المخالفة. إذن يونس ورضا أيضا يغادر الجناحين. دفع بأحمد حسن ماكنزي صاحب الهدف الأول أو الهدف الثاني في مباراة الذهاب. كرة تبعد بعد ما لعبت بشكل طويل، ومحاولة تصل لصالح لاعبي النجف. علي فائز الرأسية في منطقة الجزاء. البشير يحاول بكرة، لا زالت الآن، وصلت إلى ماكنزي في مكان. يحاول أحمد حسن، يتقدم ماكنزي، والكرة لم تغادر، أو غادرت يقول المساعد. غادرت يقول المساعد. والمحاولة التي تلعب الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب. إعطاء حرية لأحمد حسن ماكنزي وأحمد نعيم في هذه اللحظة للتقدم أكثر فأكثر إلى الأمام. إعادة معا مع علي فائز وكذلك محمد جاسم. النظام أصبح 3-5-2. تشاهد تقدم لمندي للمساندة مع الثبات لمحمد صالح وعنبر. والآن الكرة التي تلعب لصالح لاعبي نادي النجف. أحمد نعيم، سرهنج يتابع، رأسية من سرهنج إلى خارج أرضية الملعب. أقل من ربع ساعة متبقية على نهاية أحداث المباراة مشاهدينا الكرام، والتعادل السلبي لا زال يسيطر على أجواء هذه المواجهة. كرة تلعب الآن رأسية من حسين يونس، متابع المقتدى باتجاه كولينز. أوباري يلعب الكرة العالية بعيدة من دون عنوان إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى عند الحارس سرهنج محسن. إيام الزلفاني غاضب من الأداء الأخير. الكرة التي تلعب عالية إلى الأمام، رأسية البشير تصل في الوسط. مرتضى حسن، ماكنزي يحاول الوصول إلى كرة تقطع وتعود باتجاه أحمد نعيم في وسط الملعب. نقل الكرات والمحاولات، تمرير سلاح عنبر في الكرة الأخيرة. هذه محاولة تغادر إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عاد من مقتدى حسن.
ماذا يقول حكم المباراة؟ إعادة تنفيذ الكرة من المكان الذي خرجت منه الكرة. تعود عالية، تقدم لأحمد حسن مكنزي من أجل هذه الكرات، دفع بمكنزي وهذه الكرة التي تصل لا زالت في أرضية الملعب. يقول المساعد الحكم أول كرة تلعب من الجهة اليسرى في اختراق هجومي بالنسبة لفريق النجف. تصل المحاولة الآن، كرة تلعب إلى الأمام، عملية التقدم، مرتضى حسن يصل وعنبر يحاول اللحاق، الفرصة الآن لصالح البرتقالي، لصالح أبناء ديالى، المحاولة تصل أحمد جلال وتسديد إلى خارج أرضية الملعب. أحمد بذكريات أيام نفط البصرة والشرطة والزوراء، هنا سدد كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. أحمد جلال تقدم لمرتضى حسن في هذه اللحظات، وصول ومرر إلى أحمد جلال الذي يبحث عن هكذا الكرات، سدد الكرة بيسراه، تذهب المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وكرة عالية، سقوط لأندريو مع سحب، تعود الفرصة، إيفانز يلعب الكرة الرأسية عند أيمن محمود في الخلف لصالح ديالى، إعادة الكرة مرة أخرى. كل فريق تعادل هذا الموسم 9 مرات، هل هو التعادل العاشر لكل فريق؟ اللي ينتظر الإجابة بعد النهاية. إلى الآن التعادل قائم، وهذه كرة تلعب اتجاه مصطفى مؤيد، يلعب الكرة في العمق، أوباري كولينز حاول وعلي فائز بالخبرة يفتك الكرة خلف محمد جاسم، لكن يفضل أخذ أوباري على الجانب ويلعب الكرة اتجاه نعيم. تمريرات لو لف نعيم بإمكانه التمرير إلى اللاعب أحمد أو محمد جاسم. تدخل في مخالفة للبشير، الحكم لم يشير إلى مخالفة. تعود واستمرار اللاعب الذي يشير إليه حكم المباراة مصطفى مؤيد على الطرف، يلعب الكرة إلى كولينز أوباري الذي بدأ يفتح على الأطراف. وهنا الكرة العالية واصلة إلى سراج محسن، والمحاولة إلى خارج أو إلى أحضان حارس المرمى أحمد حسن مكنزي. هجوم وتقدم نسيم صيود في الانتظار ومحاولات، مكنزي يتقدم ومخالفة على أيمن محمود مع بطاقة صفراء يعطيها السيد فايد كريم. سلامات مكنزي. سلامات أحمد حسن. هنا التدخل وهنا المحاولة الأخيرة، وضربة حرة مباشرة لصالح لاعبي نادي النجف. من الممكن التزيد من هذا المكان بالمباشر أو لعب كرة عرضية في منطقة الجزاء. تلعب الكرة باتجاه حارس المرمى وسام محمد لتصل إليه بالمباشر، وصلت مباشرة إلى وسام لكن إعادة تنفيذ الخطأ. هنا أحمد حسن على التنفيذ جديد، تلعب الكرة العالية واصلة لنعيم بالرأس، وهنالك الكرة التي تبعد وتأتي من جانب اللاعب مرتضى حسن. يحاول مرتضى الرأسية، شبر علي يستعد للدخول، أندريو إيفانز يترك الكرة إلى وسام، يطلب إخراج الكرة حكم المباراة. التدخل الأخير والمحاولة التي كانت ما بين أندريو إيفانز واللاعب أحمد نعيم في اللقطة الأخيرة. سيدفع السيد ولي كريم في هذه اللحظة أيضا بالشبر علي، يحاول تنشيط الخطوط الأمامية أكثر فأكثر. الشبر العلي يجيد اللعب على الجهة اليمنى في الدفاع وفي الهجوم. هنا علاء محيصن بديل، علاء مهاوي بديل،
لاعبين أطراف يشتركون في هذه اللحظات. كابتن بالرايه كابتن كابتن هذه التغييرات 4 تغييرات في كل فريق. أندريو إيفانز لن يكمل المباراة. حيدر رسمية وعلي خالد أحدهما سيشترك في هذه اللحظات. هنا بطاقة صفراء ظهرت على أيمن محمود، وإلى الآن في انتظار التغييرات. 99 شبر علي بدلا من من؟ من أيمن أو أيمن محمود في الاحتياط بدلا من علي حسين عنبر. أحمد نعيم كرة من نسيم تعود وتلعب الآن. أحمد نعيم غادر، عنبر غادر، وهنا كرة وصلت على علي مهاوي، على اللاعب السابق للمنتخبات الوطنية وللشرطة والزوراء والقوى الجوية. وصل من أربيل على مهاوي في الوسط. صالح على الطرف ينقل الكرة تطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. يتواجد شبر علي في وسط الملعب. الارتكاز تغييرات أجريت هذا محمد صالح. جماهير الديالى الحاضرة هنا للمشاهدة والمتابعة قطعت مئات الكيلومترات حتى تصل. وهذا نسيم صيود، صديق جمال وعلام حسن، صديق بدل أندريو إيفانز وعلام حسن بدلا من كولينز أوباري. انتهت التغييرات في ديالى. الآن الوصول للصديق جمال، سيتواجد في خط الدفاع. لاعب يشيد اللاعب على الطرف، ومصطفى مويد سيضاف إلى العمق. عودة من للتغطية. إذن صديق سيتواجد، مصطفى على حاله على مكانه. هذه الرأسية التي تلعب. 5 دقائق متبقية. المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. تصل الكرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح لاعبي فريق ديالى في هذه اللحظات. وهنا صديق جمال على تنفيذ الكرة. رمية جانبية تلعب. شوت صديق جمال لاعب سريع، سيعطي حرية أكبر لتقدم مصطفى مؤيد. وهذه كرة تلعب الآن. البحث عن البشير في الفراغات ومخالفة لصالح ديالى. راية المساعد أعلنت عن وجود بمخالفة على شبر علي. هذا البديل شبر. يفتقدون إلى وجود طاهر حميد الذي قدم سنوات كبيرة في هذا الفريق ومواسم رائعة. هنا شبر، وبعد هذه اللقطة أعطيت مخالفة على شبر علي، هو يستغرب من القرار. إذن وسام محمد سينفذ 14 خطأ مقابل 8. إلى أخطاء للفريقين. برتقالي 14، الأزرق 8. وهذه كرة تلعب من وسام عالية. استلام بالصدر من علاء محسن، والكرة إلى خارج أرضية. كثف الهجوم يا من الزلفاني، وإلى الآن لا محاولة. صراحة مباراة عقيمة، محاولات قليلة، والأمور لم يتغير فيها الحال أبدا. عالية الكرة، الرأسية من مهاوي. دومينيك إلى ماكنزي. دومينيك يتقدم الآن، يلعب الكرة إلى البشير. ماكنزي كان ينتظر، لكن فكرة دومينيك رائعة جدا لو اكتملت. عملية المرور، الرأسية تلعب إلى الأمام. مقتدى يمر بشكل ممتاز،
يحاول الوصول والتغطية من علي فائز، والكرة إلى خارج أرضية الملعب عند سيرهانج ماكسن. يقول ركنية حكم المباراة، لكن المساعد اللي أشار إلى ركنية، لكن فيد أشار إلى ركلة المرمى. ما شاهده المساعد، هل لمست علي فائز؟ هنا الواضح أنها بشكل بسيط لامست علي فائز، لكن الرؤية اللي شافها المساعد لم يعتذر المساعد. جماهير ديالا كانت تطالب بركنية بعد إشارة الحكم. هنا المحاولة التي تعود، نسيم صيود يأخذ كرة في الأمام، نسيم يتقدم، يحاول، تلعب الكرة عالية والرأسية من مصطفى مهاوي على كرة والتمرير. مهاوي يحاول ومصطفى يقطع بشكل ممتاز. صديق جمال القائد في هذه اللحظات يلعب الكرة العالية إلى علاء محسن بالكنترول. علاء يحاول إعادة الكرة مرة أخرى، عملية تقدم. مصطفى مؤيد يتقدم، يعود إلى الخلف قليلا، يمررون كرة مرتضى حسن إلى مقتدى حسن. هذا مقتدى، تعب مقتدى حسن. كرة العالية في انتظار رأسية، احتكاك مع سيرهانج محسن، والكرة يأخذ فيها وقت سيرهانج محسن، يقتل الوقت سيرهانج. التعادل سلبي يا سيرهانج وأنتم تبحثون عن انتصار. لاحظ تدخل بالمرفق من علاء على سيرهانج محسن. سلامات يا سيرهانج محسن. تدخل كان حاضر في اللقطة الأخيرة، لكن أنا كنت أود لو يستمر في اللعب سيرهانج محسن. هل سيدخل الكادر الطبي مرة أخرى؟ محمد قاسم في المدرجات مستغرب من الحال. كرة عالية إلى الأمام في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، تلعب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لديالا. تلعب سريعة في وسط الملعب، انتهى الوقت الأصلي، 7 دقائق مضافة من حكم المباراة. الكرة التي تعود، أحمد جلال على الطرف إلى مصطفى مؤيد، يتقدم الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. يوقف اللاعب حكم المباراة، يحتجون على الإيقاف باعتبار لاعب في الخارج. هذا الاحتكاك الأخير ما بين محمد صالح ومصطفى مؤيد. كان يطالب يامن الزلفاني بمخالفة، غاضب المدرب التونسي. الكرة العالية التي يتقدم فيها دومينيك مندي، يلعبها بشكل ممتاز إلى نسيم صيود، فتح اللاعب الأهلي صالح نادي النجف، فرصة نسيم يحاول من الجهة اليمنى يسدد، والكرة لا زالت الآن من الممكن أن نشاهد الهدف. يو دومينيك إلى ماكنزي ممتاز في الكرات البعيدة، قد يسدد، يتقدم ويصل ويلعب الكرة، والحكم يقول ركلة مرمى. أحمد يا حسن، ركلة مرمى في الكرة واللقطة الأخيرة. هذا أحمد، قرار صعب من حكم المباراة. الكرة ذهبت إلى حارس المرمى وسام محمد الذي سينفذ من خلال ركلة المرمى في الجولة القادمة. الخميس 8 من مايو، النجف ونوروز في 5:30، وعند 8:30 الزوراء وديالا. هذه كرة تلعب
من نسيم صيود سريعة إلى دفاعات النجف. آخر انتصار النجف كان كما تعلمون في ديربي الفرات الأوسط أمام كربلاء ب3-2. وآخر تعادل لهذا الفريق كان في 12 مارس أمام نادي الميناء بهدف لكل فريق في البصرة. علي فائز يلعب الكرة إلى سرنج محسن. أما ديالا الذي آخر مرة تعادل فيها في 29 من مارس أمام القرمة من دون أهداف هنالك في الرمادي. تعود الكرة ماكنزي. أحمد حسن يحاول التقدم، قد يلعب الكرة عالية لكن بذكاء مقتدى حسن. الكرة الأخيرة سلامات لمقتدى حسن الذي أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. أنت تسمع نداء السيد ولي كريم في المحاولة الأخيرة. مقتدى حسن يعاني، التغييرات انتهت. لاحظ هنا الكرة الأخيرة التي أخرجها مقتدى إلى خارج أرضية الملعب بذكاء. اطلب تغيير مقتدى ولا تغييرات يا مقتدى في هذه اللحظات. مباراة تستمر على تعادل سلبي. هنا الجماهير الحاضرة. هذه المباراة والمباراة اللي بعدها وبعدها ستعودون. انتظروا حتى مباراة الخميس وستعودون إلى مدينتكم، ستعودون إلى ديالا. هذا معا والحديث مع أحمد جلال. ترافقنا معا في الشرطة. وهنا الرأسية التي تلعب نسيم صيود وكرة إلى خارج أرضية الملعب. المتابعة الحاضرة التي تأتي في هذه اللحظات. هذا علاء مهاوي مع الكرة الأخيرة. قناعة من الطرفين بالتعادل، يبقي كل فريق في مكانه. لم يستغل ديالا خسارة نادي نفط البصرة ليبتعد عن الفريق البصري صاحب المركز 18. بالمناسبة الأربعة هم مهددين، 20 و19 هبوط مباشر، 18 مع 17 مباراة فاصلة، والخاسر يذهب لمواجهة صاحب المركز الثالث من الدوري الممتاز. هنا التدخل وبطاقة صفراء على مرتضى حسن بعد هذا السحب على دومينيك مندي. الكرة العالية، تدخل وبطاقة صفراء. هنا التدخل الأخير هذا دومينيك مندي، ومخالفة من الممكن أن نشاهد من خلالها هدف في آخر دقيقة من الوقت المضاف. هنا المرفق الذي كان على مهاوي في اللقطة الأخيرة. النجف سيصل إلى 37 نقطة بهذا التعادل، وديالا إلى النقطة 28 مبتعد بفارق 4 نقاط عن نفط البصرة وفارق مباراة. لديه مباراة أمام ديالا، أو عفوا ديالا أمام الدهوك. هنا أحمد حسن ماكنزي، حديث ولي كريم على لعب الكرة على اللاعبين، يلعبها على رأس علي فائز، والكرة تذهب إلى ركنية. وماذا يقولون؟ أوفسايد في اللقطة الأخيرة. أوفسايد على علي فائز. تركيز ممتاز من مساعد الحكم في اللقطة الأخيرة. إذا انتهى التفكير بهذه المباراة. ديالا سيضع استعداداته وأنظاره على مباراة الزوراء، والنجف على مباراة نوروز، وتعادل عادل ما بين الفريقين. دقيقة 97 سنلعب حتى 98 بعد التأخير الذي كان في سقوط مقتدى حسن. هنا الكرة الأخيرة تصل إلى سرهنج.
يلعبها عالية إلى الأمام. نسيم ينتظر والكرة وصلت إلى دومينيك. ميندي 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 يحاول ينتظر ماكنزي، لكن مرتضى حسن بشكل ممتاز يفتك الكرة من دومينيك. محمد صالح يتدخل، تعود الكرة، تمريرة إلى دومينيك. دومينيك في مكان يلعب الكرة، مقتدى وأحمد حسن. ماكنزي والكرة إلى ركلة مرمى. وأيها الأحبة أيها المتابعون، الآن حكم المباراة السيد فايد كريم ينهي أحداث هذه المباراة بتعادل سلبي ما بين النجف وديالا، لتضاف نقطة إلى النجف بمكانه في المركز الرابع عشر ب37 نقطة، وديالا بمكانه بالمركز السابع عشر ب28 نقطة. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء حتى مواعيد قريبة.